ABC اي معمل عشان تخشه هو ان حضرتك لازم تبقى لابس بالطو، عشان مثلا لو حضرتك اشتغلت تجربه مثلا بحمض مركز شويه او تركيزه عالي شويه، الحمض ده ما يجيش على جلدك. طب ولو جه، هو ايه اللي هيحصل يعني؟ حروق من الدرجه الاولى او الثانيه. حضرتك تعرف ان الحريقه دي موجوده في معده حضرتك، بس ما تخافش، انت في امان ومش هتتحرق. خليني اخضك واقول لك ان لو حضرتك اخدت العصاره اللي موجوده في المعده دي، اللي بالمناسبه بيكون فيها حمض الهيدروكلوريك، وجيت خدت العصاره دي وحطيتها في كوبايه، وجيت بعد كده رحت حطيت فيها شوكه او سكينه او اي معدن، كل ده هيدوب نظرا لقوه الحمض اللي موجود في المعده ده. طب سؤال هنا، ازاي الحريقه دي موجوده في المعده بس المعده ما بتتاثرش وما تتحرقش؟ وبطلنا النهارده هو اكتر حاجه البني ادم بيقرف منها، المخاط او الميوكس. القصه وما فيها ان الجدار بتاع المعده بيكون متبطن بطبقه قويه قوي من المخاط او الميوكس ده، اللي بيحمي المعده من الحموضه الجامده دي. وخش وراجع ورايا، اشترك في القناه هتلاقي بهاريز كتير قوي هناك.